يا صباح الورد والفل والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على الحبيب المصطفى كده في بداية الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى الفيديو النهاردة، يعني مش قادرة اقول لكم حاجة كده، يعني سعادة فرح هنا، صلة رحم، ود، خروجة كده كان لابد منها من زمان. النهاردة بقى رايحة لاخواتي، وعايزة اقول لكم انا ما رحت لهمش من زمان جدا، يمكن من شهور. وده طبعا بسبب الدراسة، سبب ظروف تانية. فبصراحة يعني كنت محتاجة جدا جدا اروح لهم واقعد معاهم. طبعا خدت لهم حلويات معايا، خدت لهم جاتو علشان الولاد بيحبوا الشوكولاتات والجاتوهات والحاجات دي، فانا ما برضاش اجيب فاكهة، ما برضاش اجيب حلويات مشكلة، بفضل اكتر الجاتو. فالمهم رحت، وبصراحة قضيت يوم حلو. هما كام ساعة؟ حوالي 3 4 ساعات، بس بالنسبة لي أنا فرقوا كتير جدا معايا ومع ولادي. فعايزة أقولكوا كان أسعد يوم في حياتي، وهي جت صدفة وفجأة كده من بالليل، وقلت لهم أنا جاية بكرة. هي جت كده، وبقالي فترة كل شوية أقول لهم هاجيلكوا الجمعة هاجيلكوا الجمعة، وما بروحش. يعني هي الغربة وحشة بصراحة يعني، والمسافات بتبعد، والله بتبعد قوي كمان، وخصوصا بقى لو معاكي ولاد في مدارس او كده. المهم هما ساكنين في طلخة، وركبت ورحت بيني وبينهم مواصلتين تقريبا. فرحت انا وبنوتي الصغيرة زي ما انتوا شفتوا كده بالفيديو، بس ولادي التانيين خلصوا بقى تحفيظ قرآن والدروس اللي كانت وراهم ومواعيد تانية، وجم ورانا قالوا لازم نيجي، مع انهم جم متأخر. ما قعد يعني هما جم ما قعدوش حاجة، حوالي نص ساعة، بس قالوا لازم نيجي لان هما بجد كانوا وحشينهم جدا جدا جدا. ف واحنا راجعين كده بقى، كنت انا راجعه انا والولاد، ولادي كلهم جم خدونا الكبار يعني، انا وبنوتي الصغيره. عايزه اقول لكم يعني ما تحاولوش تسوا على نفسكم. انا عارفه الدراسه وعارفه الدروس وعارفه كل حاجه، بس بجد انا كنت نفسيا من جوه لما رحت شفتهم وجيت، اللي هو انا ازاي اصلا بعدت عنهم الفتره دي كلها يعني. ليه؟ عشان ايه؟ ده هما في المنصورة، يعني ماشي بيني وبينهم حوالي ساعة الا ربع او ساعة بالكتير، بس كان لازم اشوفهم، يعني وحشين اوي بجد. وانا كمان كنت وحشة الولاد، فاللي هو لا، الجو انا محرومة منه. وبصراحة احلى وقت واحلى قعدة في الدنيا ما تقعدي مع اخواتك وولادهم، يعني بتشوفي الحب بقى في عينيهم، الخوف عليكي، الخوف على ولادك، ينصحوا ولادك انتي كمان تنصحي ولادهم. اجواء كده جميله جميله قوي بصراحه، يعني مش عارفه انا ازاي اصلا قعدت الفتره دي كلها بصراحه. وهنا بقى كنا ماشيين، انا قلت طبعا لازم اصور لكم. كنا مروحين بالليل، شايفين القطر ده كوبري طلخة التاني، القطر كان ماشي من عليه، ده بتاع القطر بس. وحتى منظر المنصورة جميل. احنا اخدنا فترة انا وولادي الفترة اللي فاتت، من قيمة اسبوع قعدنا حوالي 10 ايام تعبانين جدا، فنفسيا اصلا ما كناش مظبطين، كان لازم نخرج. وفي نفس الوقت بقالي فترة ما رحتش عند اخواتي، فسبحان الله يا ربي، ربنا كرمه كبير بطريقة وبشكل لا يتخيله عقل، والله العظيم. اي نعم انا ما قعدتش كتير، بس لا، اللي هو فرقت جامد 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 معايا ومع العيال كمان. سبحان الله، هي جت فجأة من غير ترتيبات. انا بقالي فترة قاعدة ارتب واقول هبقى اخد الولاد واروح الجمعة، وما بروحش الجمعة نهائي. هتقولي ليه ما بتروحيش؟ اولا انا الجمعة ده بالنسبة لي ممكن اولا اروح السوق بتاعنا بتاع بلدنا، لان لازم ناكل سمك في يوم الجمعة، ده اساسي في البلد عندنا. طيب وفي نفس الوقت الجمعة ده برضو بقى تصحي بقى شقتك متروقة، جبتي حاجة من السوق بترتبيها، بتطبخي للولاد، بتقعدوا تتلموا، لان طول الاسبوع انتوا بتتلموش على الاكل، اللي في درس واللي مش عارف فين. في نفس الوقت بقى بتقرأي سورة الكهف، تذكري، بتصلي على النبي. فبالنسبة لي أنا يوم الجمعة المفروض ان هو مشحون لحد المغرب، فاهمين قصدي؟ ف
مش عايزة استغنى عنه. لا، انا بعد كده بصراحة احاول ان انا مش استغنى عن اللي انا بعمله يوم الجمعة، لا سورة الكهف ولا الصلاة على النبي ولا الاذكار ولا قراءة القرآن ولا الكلام ده كله، ولا ان انا ابخر بيتي. ممكن اعمل ابخر بيتي وكده الصبح، ونتغدى سريع سريع بعد الصلاة واخدهم واروح. انا ليه او اروح اتغدى معاهم. كمان هما محتاجين ان هما يقعدوا مع بعض على الاكل، لان هما بقالهم فترة برضو، ودي بتفرق. فانا سرحت والدنيا خدتني قوي كمان. هتقولي انت ما بتروحيش ليه؟ انا اصلا اخواتي كل واحدة في بلد بعيدة جدا، والمفروض ان طلخة ده بيت العيلة، فبنتلم فيه. انا مستحيل اروح البلاد البعيدة دي اصلا. شايفين جمال المنصورة بالليل؟ بجد روعة، قمة 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 الجمال. مش عايزة اخرجكم من الموضوع يعني. فاحنا بنتجمع هناك يعني في طلخة، فاهمين قصدي؟ فالحمد لله كان يوم حلو جدا فوق ما انتم متخيلين. ونصيحة من اخت لاخواتها يعني، المتابعين، بجد ما تسيبيش الدنيا تاخدك وتسرح بيكي وتبعد عن اخواتك وقعدتهم الجميلة، او عن مامتك او عن احبابك او صديقاتك. يا جماعة، الدنيا صعبة بصراحة، يعني صعبة بمشاكلها بهمومها. لازم نتنفس، لازم ناخد نفس طويل وعميق، لازم نغير جو، لازم يبقى فيه صلة رحم بالزيارات. تدخلي على اخواتك يدخلوا عليك. لازم الولاد نفسهم يعرفوا بعض اكتر واكتر، ويتقابلوا ويحبوا بعض ويخافوا على بعض حتى لو كانوا في بلاد تانية. الحاجات دي مهمة جدا. انا بجد زعلانة من نفسي، او ان انا مش عارفة ليه انا عملت في نفسي كده. بس ممكن من قصر اليوم قصير جدا يعني. وفي الصيف كان والد الولاد باباهم يعني زوجي كان هنا في اجازة، فطبعا انشغلت برضو في الموضوع. جه كده يعني، انتوا فاهمين. اي نعم، احنا كنا مع بعض في راس البر، كنا هناك وكلمتهم وجولي هناك يوم، وكان احلى يوم في حياتي. بس برضو انا ما بكتفيش. واحنا مروحين جبنا حلويات، وكلنا واحدة كده في العربية. جبنا سابليه، كانت بنوتي الصغيرة واحنا بنجيب الجاتو قالت لي انا عايزة سابليه. قلت لها واحنا مروحين بقى ان شاء الله. فجبت لها سابليه زي ما انتوا شايفين كده. اتعجن اتعجن من المواصلات، مش قادرة اقول لكم بصراحة. فكنت لسه داخلة البيت، وكنت لسه بقى ايه باخد نفس كده وبشوفه. هفتحه علشان اقلبه لانه اتبهدل جدا. ان شاء الله بكرة الصبح بأمر الله هعمل لايف كده، واعمل شوية قهوة الصبح، قطعتين سابليه كده، واعمل اي حاجة كده كلها ان شاء الله معاكم بأمر الله. مش عارفة الفيديو ده ينزل لكم قبل اللايف ولا بعده، بس غالبا هيبقى بعده ان شاء الله يعني. انا حبيت اشارك معاكم اللحظة الحلوة دي، وياريت كلامي معاكم عن الموضوع ده بالذات يكون يفوقكم. انا ما لقيتش اللي يفوقني، هو ربنا اللي بعت لي كده الالهام ان انا اروح. هما كلموني بصراحة بالليل، وبعدين الولاد بقول لهم وحشتوني، قاموا قايلين طب وحشناكي ما جاتيش ليه يا خالته. فخلاص بقى، وربنا امر. المهم سيبنا، قلبت السابليه كده وغطيته، وطبعا جبنا ستريبس، وده البانيه بتاع اسمه ايه، كنتاكي الغلابة، القرنبيط. انا بحبه جدا، وكنت سلقاه وعامله الخلطه بتاعته في التلاجة. فاصريت احمر قطعتين ليا انا بس على قدي، لان الولاد مش بيحبوه. اقطع كده قطعه واعملها سندوتش.